سفاح الجيزة، الحلقة 7 و8. بتنتهي الحلقة 6 بمشهد حازم الضابط وهو عند هانم أم جابر في البيت، وبيطلب منها إن هي تكلم جابر في التليفون وتوهمه إن هي تعبانة وعاوزاه يجيلها. ومن ناحية تانية حازم بيخليها تعيد المكالمة أكتر من مرة وتطول فيها علشان المباحث تقدر تعرف مكان جابر فين بالظبط. وجابر لما بيلاقي أمه بتكلمه أكتر من مرة بيحس إن في حاجة غريبة ومش منطقية، عشان كده بيبعت واحدة لابسة نقاب علشان تشوف الدنيا فيها ايه وتطمن. والبوليس بيفتكر ان جابر هو اللي لابس النقاب، لكن بيلاقيها واحدة تانية خالص بتقول لهم ان جابر كلمها وقال لها تروح تطمن على امه. وطبعا كل ده عشان جابر يتأكد من صحة ظنونه ان في حاجة غريبة بتحصل. البوليس بعد كده بينتشر في كل حتة وبيراقب البيت، وابو عبلة مرات جابر اللي قتلها بيبتدي يعلي صوته وبيفضح جابر ان هو قتل بنته وانه مش هيسيبه ولا هيسيب امه. بترجع بينا الأحداث لورا شوية، وبيظهر جابر وهو بيوصل هالة وزينة للفندق اللي هيقعدوا فيه قبل ما يسافروا لدبي عشان يصوروا الفيلم. هالة كانت صاحبة زينة الروح بالروح، لدرجة إن زينة كانت بتعتبر إن هالة زي أختها بالظبط. وبتيجي رسالة لزينة من جابر بيطلب منها إن هي تنزل تقابله لوحدها بره الفندق، وهالة بتطلب منها إن هي تجيب لها عصير وهي راجعة. زينة بتنزل تقابل جابر اللي بيقدر يوهمها ان هالة هتاخد دورها في الفيلم وان هي على علاقة بالمنتج، وان المنتج كلمه وبلغه ان هالة بس هي اللي هتسافر. وطبعا زينة كانت مصدقة كلامه وبتصدم في صاحبة عمرها، وبتحس ان هالة قضت على حلمها في ان هي تسافر وتمثل. وجابر طبعا بيقدر يقنعها ان هالة لو ما ردتش على التليفون كام يوم ان المنتج هيصرف نظر عنها وان هي هتسافر وتحقق حلمها. وبيفهمها انه حط منوم في العصير لصاحبتها هالة عشان تنام وما تردش على اي تليفونات، وبالتالي تقدر زينة تسافر مكانها. وفعلا زينة بتاخد العصير من جابر وهي متأكدة ان اللي محطوط في العصير مخدر، وبتدي لصاحبتها هالة العصير. وزينة بتواجه هالة بالحاجات اللي هي عرفتها وان هي خدعتها وعاوزة تاخد الدور منها وان هي مصاحبة المنتج. في الوقت ده هالة بدأت تمسك بطنها وهي منفعلة من كلام صاحبتها زينة صاحبة عمرها، وبتقول لها ان الكلام ده مش صحيح وان هي مش هتسافر. وفجأة هالة بتتخبط راسها في الكومودينو وبتقع على الارض وبتموت. زينة بتعتقد ان هالة ماتت من خبطة الكومودينو، لكن حازم لما كان بيحقق مع زينة بتعرف ان هالة ماتت مسمومة مش من خبطة الكومودينو، وان اللي حط لها السم في العصير هو جابر. والدكتور النفسي وضح لحازم ان جابر مريض نفسيا، وان البشر بالنسبة له زي اي حاجة، زي الكرسي يستخدمه لما يكون عايزه ولو انكسر بيرميه، وانه كان بيتوهم حاجات بيشوفها ويسمعها في ذهنه بس. عشان كده كان بيتوهم ان زينة بتحبه وبتسمع له وان هي مبسوطة حتى لو كان حابسها. وفي الوقت اللي زينة كانت بتقوله ان هي بتكرهه ومش طايقة تشوفه كان بيسمع الكلام ان هي بتحبه وعاوزة تعيش معاه، كأنه كان عايش في عالم بتاعه هو بس. حازم كان عاوز يتأكد من ان جابر مسؤول عن كل افعاله وانه مش هيفلت من العقاب. بعد ما ماتت هالة اتصلت زينة بجابر زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت، وطبعا كانت فاكرة ان هي السبب في موت صاحبتها وان هي السبب في ان هي خلتها تقع ويتخبط راسها في الكومودينو، وطبعا كانت منهارة ومش عارفة تعمل ايه. وجابر طلب منها ان هي تحط صاحبتها الميتة في شنطة وتخرج بيها من الفندق. جابر كان مستنيها قدام الفندق وبتروح معاه، وبيبدأ يحفر في مكان هي مش عارفة المكان ده فين بالظبط عشان يدفن صاحبتها. ولما بتحاول تهرب بيضربها بالفاس على دماغها، وبياخدها بعد كده للمكان اللي كنا بنشوفها محبوسة فيه. مشهد بعد كده بنشوف جابر وهو بيراقب آدم ابن حازم وهو في التدريب، ولما حازم بيرجع البيت بيلاقي تليفون آدم مقفول، وفي نفس الوقت بيسأل جدته عليه بس هي بتقول ان هي ما شافتوش. بيروح حازم للنادي اللي ابنه كان بيلعب فيه. في الوقت ده بتيجي رسالة لحازم على موبايله بيشوف فيها آدم وهو مرمي على الأرض ومحطوط على بقه بلاستر. طبعا هو بيستشف ان مصدر الرسالة دي جابر وان هو خطف ابنه. نور اللي كان جابر منتحل شخصية واحد اسمه حسن وكان عاوز يتجوزها، بتعرف من التلفزيون ان اللي كان عاوز يتجوزها هو نفسه جابر المجرم المتهم بقتل 3 لحد دلوقتي. وفي نفس الوقت اللي هي اكتشفت فيه حاجة زي كده كان جابر بيخبط على الباب،
وبيسمع نور وهي بتتصل بالبوليس وهي هتموت من الخوف هي وأمها، وبتبلغ إن حسن أو جابر واقف على باب شقتها بيخبط عليها. حازم لما ابنه بيتخطف طبعا بيقلب الدنيا، وبيجيب أم جابر عشان يعرف منها أي حاجة أو يعرف المكان اللي هو مستخبي فيه، وبيهددها إن هو هيرجعها السجن تاني لو ابنه جراله أي حاجة. هانم أم جابر اتصدمت صدمة كبيرة في ابنها أبو قلب أبيض اللي كان بيساعد الكل واللي ما كانش بيسيب فرد. كانت بتحاول تدافع عنه لكنها اتأكدت من إن هو قاتل ونصاب، وبترجع بالزمن لورا وبتفتكر جابر وأخوه اللي دخل الأحداث. حازم من ناحية تانية كان بيحاول يوصل لأي حاجة، لكن كل تليفونات جابر كانت مقفولة. وبتيجي بعد كده مكالمة لحازم من رقم غريب، بيتضح إن الرقم ده لجابر بيهدده إن هو لازم ينفذ اللي هيطلبه منه. جابر بيطلب من حازم إن هو يجيب أمه للمكان اللي هيقوله عليه ويكون لوحده ومن غير ما يكون أي حد معاه عشان يسلمه ابنه، يعني أمه قصاد ابنه. وحازم لما عرف إن جابر ممكن يقتل ابنه زي ما قتل اللي قبله وافق على طلبه، بس من ناحية تانية نسق مع زميله معتز في المباحث إن هو يحاول يعرف أي حاجة عن جابر من زينة. وفعلا لما بيقعد معتز يحقق مع زينة بيعرف المكان اللي دفن فيه هالة ويوسف. يوسف كان صاحب جابر، فاكرينه اللي كان حطله السم في الكشري بعد ما خاف ان صاحبه يطلب منه شقة عمره اللي كان يوسف بيبعتهوله عشان جابر يستثمر له الفلوس دي ويشغلها له. وبعد ما موته دفنه في بيت من بيوته اللي استولى عليها، ودفن هالة كمان في نفس المكان. بيتضح ان جابر كان بينصب على الكل وبياخد فلوسهم، نصب على يوسف وخد فلوسه وتحويشة عمره، ولما حس ان يوسف بدأ يطلب فلوسه حطله سم في الكشري وموته، ونصب كمان على عبلة مراته واخد فلوسها، ولما كرهت الحياة معاه وطلبت فلوسها موتها ودفنها جنب صاحبه. من ناحية تانية حازم كان هيموت عشان ابنه، وكان بيفكر ازاي يجيب لجابر امه من غير ما البوليس اللي منتشر حوالين بيت جابر يحس بأي حاجة. وجابر بيهدد حازم ان لو ما جابش امه هيقتل ابنه، وابنه بيكلمه وبيستغيث بيه عشان ينقذه. كل حاجة انكشفت والتلفزيون عرض كل حاجة، وعرض كمان ان هو لقى الجثث اللي قتلها جابر، والبوليس كان منتشر في كل حتة حوالين بيت جابر، والاهالي كلها اتلمت حوالين البيت. حازم بيروح لأم جابر عشان ياخدها لابنها، وبترفض في الاول ان هي تروح معاه لان هي مش عايزة تشوفه ولا تسمع اسمه. لكن ابو عبلة مرات جابر بيعمل فضيحة قدام البيت وبيهدد انه مش هيسيب جابر ولا هيسيب امه، وحازم بيخوفها ان هي لو ما جاتش معاه الناس هتموتها. جابر كان شاكك ان حازم ممكن يكون عامل له كمين، فكان بيراقبه من بعيد وهو جايب امه عشان يتأكد ان هو جاي لوحده. بعد كده الاتنين بيتقابلوا مع بعض، جابر ماسك مسدس بيوجهه ناحية آدم وبيطلب من حازم ان هو يرمي مسدسه، وجابر بيطلب من امه ان هي تيجي معاه بس هي ما بترضاش، وجابر ما بيصدقش نفسه، وبيبتدوا هما الاتنين يتبادلوا الاتهامات. هي بتقوله ان هي اتحبست بسببه وبسبب اخوه، وهو بيقول لها ان هي كانت السبب في كل حاجة هو وصل لها. وبيفتكر لما شاف امه وهي بتقتل ابوه وبتقطع جثته وبيتقبض عليها وبتسيبه هو واخوه لوحدهم في الدنيا. حازم وجابر بيضربوا النار على بعض، لكن جابر وهو بيضرب النار الطلقة بتيجي في امه وبتموت، وبينهار جابر في اللحظة دي. بيقدر حازم في اللحظة دي ان هو يسيطر على جابر وبيقعد يضرب فيه، لكن في اللحظة دي جابر كان في حتة تانية خالص. بيفتكر ابوه لما كان بيضرب امه، بيفتكر امه لما قتلت ابوه وقطعت جثته بمنتهى الشراسة والقوة، وبيفتكر امه لما اتقبض عليها. بعد كده جابر بيتقبض عليه وبيدخل مستشفى الامراض النفسية، وبعد كده بيتحكم عليه بالاعدام. يظهر بعد كده شخص غامض مش معروف هو مين، وهو ماشي بين المقابر وبيحفر وبيطلع شنطة مليانة فلوس، وبنسمع صوت جابر كأنه كان سايب له رسالة وهو بيقول له خد شنطة الفلوس وابدأ من جديد. يا ترى الشخص ده مين؟ ممكن يكون التمثيلية ليها جزء تاني وهنعرف في الجزء التاني الشخص ده مين، بس أنا أعتقد إن الشخص ده هو أخو جابر. وبينتهي المسلسل على صوت موال: العدل فوق الجميع وبيعشقوا المخلوق، وابن الغفير والوزير من التراب مخلوق.